في البدايه حابب افتكر اللاعب احمد رفعت وندعي له كلنا بالرحمه. هي اكتر حاجه ان انت يعني لازم تبقى فاهم انه او اي بني ادم لازم يبقى فاهم انه في لحظه ممكن ما تبقاش موجود. يعني مش هيتبقى غير ان انت تبقى بني ادم كويس، ازاي بتتعامل، ازاي يعني بتأدي الحاجات اللي المفروض تعملها في حياتك يعني او المطلوبه منك، وما تبقاش شخص يعني بتساعد الناس على قد ما تقدر، ما تبقاش بني ادم مؤذي وخلاص يعني. لانك في لحظه ما تبقاش ممكن تبقاش موجود. حصلت وانا في الملعب يعني وانا بجري، فاللي هو مش حتى في البيت، مش حادثه، مش مشكله. فوارد ان في اي وقت اي حد ما يبقاش موجود. فاكتر حاجه بتفضل هي سيرتك، وانك يعني اللي انت بتعمله في حياتك وخلاص يعني. ابن حتتك الجدع ابن الاصول، الواد اللي يتقال عليه ضلفه بس قلب ابيض، عادي يرفع عليك سلاح في خناقه، وهو اللي يعيط لما يروح البيت انه عور الناس. الاثبات الحقيقي الوحيد ان لاعب كره القدم مجرد انسان عادي يغلط ويرجع، وعادي يكره ويشتم ويحب ويموت نفسه عشان اللي بيحبهم. الغربه ما جابتش معاه سكه، وونسه كان في الشارع جنب بيته القديم، عفياجي بس حساس جدا، لدرجه ان حادثه واحده نسيته الكوره اصلا. مش زعيم عصابه ولا فتوه، بس لو راجل اعترض طريقه هتلاقي حمله في ظهره. اللاعب اللي كان فاضل له سطر كمان ويبقى اسطوره، وبدل ما يكتبه شده. السامبا البرازيلي، المدفعجي الاعصر، الامبراطور ادريانو ليتي ريبيرو، مواليد 17 فبراير سنه 1982 في حي فافيلا في ريو دي جانيرو البرازيل. حي فقير في البرازيل، حي فقير تاني، يعني يا هتطلع لعيب كوره يا هتروح في الوبا. من الاخر حي شبه المناطق الشعبيه اللي عندنا، خناقات ما بتخلصش 24 ساعه، ما بيتهدوش، شباب دايما واقفه على الناصيه نازله مرضيه في خلق الله. وام ادريانو كانت زي اي ام في الدنيا، كانت دايما بتصبحه وادي اخرة صحابك الصيع والقعده معاهم، وتجري على ابوه تقول له الحق ابنك بيشرب سجاير. بتطيروا الفتحه على ام على روحك ان شاء الله. ادب في ام كده في الدنيا. والاب زي اي حد في الدنيا مش عايز يشوف ابنه بيضيع، بيجمع قرشين بالعافيه وبيجري يشترك له في اكاديميه فلامينجو في البرازيل وهو يا دوب لسه 7 سنين. وبعض الاقاويل بتقول عشان الواد ما شاء الله كان جته كانوا بياخدوه يوقفوه جون، بس اكتشفوا حاجه غريبه جدا، الواد سريع ورجله الشمال ما بتشوفش قدامها، فبينقلوه فورا لمركز المهاجم. وبتدخل علينا الالفيه الجديده وبيتصعد للفريق الاول لنادي فلامينجو وهو يا دوب 18 سنه. وبينفجر في اول موسم ليه مع فلامينجو عشان تجيله مكالمه مهمه جدا من اوروبا، وبالاخص نادي انتر ميلان الايطالي. بيقعد موسم مع الانتر بس مع الاسف ما بيقدرش يثبت نفسه، وخاصه انه كان لسه شاب صغير ما هو 19 سنه مش هيتاقلم في يوم وليله ما بين حر البرازيل وبرد ايطاليا. النادي بيقرر يطلعوا اعاره لفيرونتينا ومنها البارما، عشان بارما تشهد حدث استثنائي وهو انفجار ادريانو. 23 هدف في 37 مباراه، ارقام بتخلي البوصله تلف وترجع مره تانية لانتر ميلان، والمره دي بيرجع ياكل الاخضر واليابس. اول موسم ليه بياخد جايزه افضل مهاجم في الدوري الايطالي، ومن سنه 2004 بيقدر يحقق مع انتر 4 بطولات دوري على التوالي وكاس ايطاليا والسوبر الايطالي. خلال اول موسمين بس بيسجل 50 هدف، ومع المنتخب ولو ان مسيرته كانت قصيره بس قدر يحقق لقب كوبا امريكا سنه 2004 مع البرازيل، وكمان ياخد هداف البطوله، ولقب كاس العالم للقارات سنه 2005 وبرضه هداف البطوله. جماهير الانتر اطلقت عليه لقب الامبراطور لانه كان بالفعل قادر يسيطر على اي خط دفاع قدامه. جماهير العالم كله كانت دايما بتستنى تشوف النسخه الاستثنائيه من المهاجم الفريد، الخليفه المنتظر لرونالدو الظاهره. لعيبه البلاي ستيشن كانوا بيحبوا دايما الثنائيه بتاعت الاثنين مهاجمين، ادريانو على اليمين تبقى شماله على الجون، ورونالدو على الشمال ويمينه شغاله وشماله شغاله وراسه شغاله. رونالدو بس فجأة وسط الزحمة دي كلها النجم بيبدأ يختفي بدون أي بوادر لأي شيء، وبيرجع ساو باولو في البرازيل على سبيل الإعارة. بيقول قال يعني بلد وحشته، وبيسجل خلال 28 مباراة 17 هدف. 2009 2010 بيظهر مع فلامينجو البرازيلي وبيسجل 19 هدف في 32 مباراة. الله، طب ما الراجل شغال اهو. بيحاول يرجع اوروبا تاني من بوابه روما وما بيشاركش غير في 8 مباريات بصفر هدف. وفي ناس بيقولوا ان هم شافوه سنه 2014 بيشارك لماتش واحد مع نادي اسمه بارانينسي البرازيلي. مفيش ماتش اعتزال، مفيش اي اخبار عن النجم اللي كان قادم بقوه مع بدايه الالفيه. فجاه
اختفى وسايب وراه تساؤلات محدش جاوب عليها غير مؤخرا. بس اشهر اجابه وعلى لسانه هو شخصيا بعد ما ابتدى يظهر بشكل دوري في منطقته القديمه قالها صريحه: انا هنا فقط اشعر انني انسان طبيعي وليس نجم. كل المؤشرات قالت انه ما كانش انسان طبيعي ابدا، وخاصه على المستوى النفسي. بس هل فعلا النفسيه ممكن تاثر على مسيره لاعب، ولا هو هوس الشهره اللي حول مسيره اللاعب من الانضباط لسكه المخدرات والكحول بعد ما كان ماشي تمام؟ هل الظواهر ممكن تنطفي بسبب مشكله واحده بس تحصل له؟ وهل الحلقه دي علشان نتكلم عن نفسيه بس، ولا هو ادريانو كان قصه مختلفه؟ السؤال اللي انا مستنيه اهو. هو اي نعم محدش بيساله، بس انا اعتبرتك سالت. اشمعنى بقى ادريانو؟ بص يا كابتن، زي ما سبق وقلت قبل كده، في كره القدم في اساسيات لازم نتقنها جدا علشان نقدر نقول ان ده لاعب كوره. ومع التمارين بيبدا اي نجم في الدنيا تظهر عنده ميزه والناس تشاور عليه وتقول اهو. المهاره الاساسيه اللي كانت عند ادريانو كانت مهاره التسديد، ومش اي تسديد. الواد كان عليه رجل شمال يشاور بس وهي تودي الكوره. في هدف ليه تم تقدير سرعه الكوره 140 كيلومتر في الساعه، اسرع من الفيرن. لا ده حقيقي. وفي لقطه لشوطه ليه الكوره وجعت العارضه نفسها. يعني احنا طول عمرنا نسمع عن صوت العارضه لما الكوره تخبط فيها، انما نسمع صوت العارضه بتصوت وبتزق الكوره تاني لنص الملعب؟ غريبه. زود عليهم بقى المراوغه، جزء من تكوين شخصيه اي لاعب برازيلي انه مدمن رقص، طبعا ما عدا كاكا عشان محترم وما بيحبش حد يجيب في سيرته. ادريانو كان من اكتر اللعيبه اللي بتعرف تعمل المراوغه بالجسد بشكل جبار. هو يديها الفنت مره من هنا ومره من هنا، تلاقي اللي قدامه نايم على الارض من الزهق. ما هو كده كده مش هيجيبها. لاعب سريع ومهاري وشويط، وفوق كل ده هداف. وما كانش مهتم قوي بالكتله العضليه، الشباب اللي بتروح الجيم عشان تعمل فورمه، وحبيب قلبي بفورمته دي، وبيخاف يخش اي احتكاك في الملعب. ايه يعني لعيب مناظر بس؟ لا، ادريانو كان لعيب شوارعجي تخاف تخش عليه. هو من غير اي ضرب، اي خبطه فيه هتلاقي نفسك راقد عادي. يعني من الاخر كده، اي حد يسالك هو كان عضل ولا عصب، تقول له هو كان عضل وعصب. وعلى قد الفتوانه دي كلها، قلبه كان قلب خصايه. سنه 2004 بتجيله مكالمه وهو في عز مجده في اوروبا: ابوك مات. كل عقارب الزمن بتقع، وزمايله في الفريق بيحلفوا ان هم سمعوه وهو بيصرخ من الزعل. الزعل اللي خلاه بعد كده تايه. بيسجل اهداف والمكنه كانت شغاله، وما كانش بيعتمد حد، بس هو نفسه ما كانش حاسس باي حاجه. اكتئاب حاد، وبعدها بيخش في دوامه معروفه لكل لعيبه البرازيل: خمور ومخدرات. وفي عز ما كان اسم شبه دائم على قائمه المرشحين للكره الذهبيه، قرر يسيب كل ده ويرجع لحارته واهل حتته. ما قدرش يقاوم فكره انه فعلا تعب وما بقاش قادر نفسيا. رجع استخبى في الحواري والشوارع وسط اهله، هيلعب كره على الضيق. معلش، ايه؟ هو في انسان عاقل بيسيب كل ده وفجاه يقرر يبطل؟ للاسف لازم تبص للعيبه انهم بشر. في الاول والاخر هو زيه زيك، بيزعل ويفرح. ممكن يكون بياخد ملايين والدنيا مرتاحه معاه، وفي ثانيه يختفي من وسطنا. انا بقول الكلام ده يا جماعه بصراحه بجمله النكد. في الحلقه اللي فاتت راعوا ان في لعيبه بتزعل، شتيمه الجمهور فيهم بتزعلهم، الهجوم عليهم دايما بيزعلهم، وفجأة ممكن يختفي. هو وظيفته في الأساس إنه يقدم كرة قدم ممتعة، مش شرط يستحمل كل الضغط اللي في الدنيا لمجرد إنه لاعب. والكلام ده ليا قبل ما أقوله ليكم. عادي يعني يا أخويا لما يروح للفريق المنافس، عايز تشتمه اشتمه في سرك. هو يعني أنت لما تشتمه الفيفا هتفسخ العقد وترجعه لك تاني؟ Ninguém entendeu. Adriano, larga milhão. Não quero saber. O importante é você saber ser feliz, cara. Não importa dinheiro. É óbvio que o dinheiro ajuda nós pra gente sobreviver, ajudar nossas famílias, né? E a felicidade tua? É muito mais fácil ter felicidade com dinheiro ou ser feliz com você mesmo? Com a tua família? Eu preferi tá bem comigo, com a minha família. Não me interessa, porque na época que eu perdi meu pai, nunca disfarçar de jogar futebol. يا اخي يلعن ابو النكد في الحلقه دي كمان. المهم، لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشيرها مع اصحابك واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولو ما عجبتكش اكتب كومنت هي ما عجبتكش ليه. اشوفكم في حلقه جديده وقصه جديده مع كابتن كورنر. السلام عليكم. السلام عليكم.